آلة ظفرة في أحد أنفاق العاصمة الرياض. تواجد هذا الوفد الكبير من الإعلاميين، وتواجدت صحيفة تم لتضعك عزيزي المشاهد في قلب الحدث من داخل أحد الأنفاق لحفر قطار الرياض. الإنجاز اليومي لآلة الحفر العملاقة ظفرة من 20 إلى 40 متر يوميا من الحفر. يبلغ طول آلة الحفر أكثر من 200 متر تحت الأرض. نسبة الإنجاز حتى اللحظة تزيد عن 20%. الحلقة الخرسانية الواحدة في آلة الحفر ظفرة تستغرق أكثر من 70 دقيقة لتركيبها. ظفرة آلة عملاقة تحقق حلما للشعب السعودي. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا نسبة الإنجاز تقريبا 20%، والمقرر إن شاء الله المشروع ينتهي في نهاية عام 2018. ومثل ما ذكرت يعني وتيرة العمل الآن متزايدة، وإن شاء الله إن يعني ماشيين بشكل جيد. الله يوفق. إذا بتحس إن وظيفتك صعبة تذكر الناس اللي يشتغلون هنا. إن شاء الله سنرى المواطن السعودي يستخدم هذا القطار وكل مرافقه بشكل جيد يليق حقيقة بالعمل والتعب والإنجاز والجهد الذي بذل تحت أرض هذا القطار وفوق أرضه أيضا. حتى الآن أنجز أكثر من 20% من المشروع. القطار الحلم سيتحقق إن شاء الله. وصلنا الختام، ومن تحت الأرض سنصعد إلى أعلاها.